السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة عاملة معاكم حاجة كده مورقة، حاجة شبيهة بالفطير، محشية. ممكن أي حشوة تعمليها بيها، جبن، لحمة، خضار، أي حاجة متوفرة عندك اعمليها بيها. بس بقول لكم بقى عجينة حلوة أوي، سهلة أصلا، والنتيجة بتاعتها بصراحة حلوة أوي. كل اللي دقها قال عليها يعني الشعر بصراحة. اول حاجه عندي دقيق، عندي خميره وشويه ملح وسكر، لبن بودر، وعندي زيت، عندي زبده، وعندي سكر وحليب وبيض. هحط الخميره بتاعتي في اللبن مع السكر، ورشه تمح دي حطيتها مع الدقيق. هقلب الخميره واسيبهم كده شويه في الحليب الدافي مع السكر. بعد كده احط الدقيق بتاعي مع رشه الملح مع حليب البودر، وبعد كده دي زبده سايحه، ممكن تستخدمي زيت. وانا عندي ده 3 بيضات صغيرين. طبعا لو عايزه تعملي من نص المقدار ممكن تستخدمي بيضه وتزودي السوائل شويه. هعجن كل الكلام ده مع بعض، مش محتاج ان احنا اعجن فيها قوي، مجرد اعجنها كده كويس شويه كده وخلاص. لغايه ما تتلم معايا عجينه. انا حابه انها تلزق في ايدي شويه، لان في مع الفرد هحط عليها دقيق. طبعا نسيبها تخمر، وهي تلفيها بستريتش الاول او كيس نضيف، وبعد كده بالفوطه. انا عندي كده في 3/4 الوقت قسمتها لنصين وسبتها كمان تخمر. هاخد بقى الجزء الاولاني دي ونشوف هنفردها ونعملها ازاي. ده عندي جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا نوعين، انت حطي اي حاجه متوفره عندك. لو عندك اي نوع خضار ممكن نعمل بصل مكرمل مع مشروم مع فلفل الوان. طبعا كل طبقة بحاول ادهنها كده شوية زبدة بسيط، ممكن نخلط زبدة مع زيت ونحط جبنة، وهكذا نعمل نفس الطبقات كده. دي بقى بتورق لي كده العجينة بتاعتي بتبقى فظيعة. زي ما قلت لكم ممكن اي حشوة متوفرة عندك. اخر طبقة دي مش هحب احط فيها جبنة، عشان انا مش عايزاها تطلع وعايزاها تسيح وعايزة تبوظ كده حواليها. فانا دي كده هي اللي هتلملي الفطيرة بتاعتي كلها على بعضي. اسيبها شوية بقى كده، مش هفردها في الصينية ولا حاجة غير بعد ربع ساعة. تسيبها ترتاح شوية ربع ساعة، واخدها افردها على قد الصينية بتاعتي. كل طبعا ما وقعتيها اكتر، كل ما فردتيها اكتر، كل ما اديتك رقات اوفى. دي الصينية انا حجمها كده متوسط حلو قوي. أنا الصينية كنت سهلناها شوية زيت او زبدة براحتك او سمنة، نحطها في الفرن لغاية ما تحمر على الناحيتين. ده دي بقى انا حشيت هنا لحمة مفرومة من غير اي جبن. ممكن تحطي جبن مع اللحمة مفرومة، ممكن فراخ متقطعة صغير. برضه بسيبها بريحها ربع ساعة، وبعد كده افردها في الصينية بتاعتي. دي بتاعت الجبن بقى، مقولكوش اول ما طلعت مقرمشة وهشة وجميلة قوي. وعاوزة اوريكم الطبقات، بس انا قطعتها وهي سخنة،
طبعا وهي سخنة الجبن كلها ماسكة في بعض، فطبعا مش الطبقات بتاعتي مش واضحة وباينة. كل ما تبرد الطبقات بتاعتي هقدر اطلعها من بعض. طعمها حكاية يا جماعة. عاوزة اقول لكم ان انا حطيت على الفطيرة دي عسل احل، لان اصلا الجبنة بتاعتي موتزاريلا والشيدر مش حادقة قوي، فيها حدوقية بسيط، فكانت مع العسل النحل فظيعة. بيفكرني بحاجة كده تركية اكلتها في تركيا، رهيبة رهيبة رهيبة، فعلا تجنن. انا عملتها لكم مرة بالجلاش بالجبنة الفيتا. عاوزة اقول لكم احنا قبل ما ادخل الصينية دهنتها لبن، ماشي. نسيت اقول لكم بس ان انا دهنتها، لازم تدهنيها لبن، تدي كده لون حلو قوي. الوش شايفين اللون حلو ازاي؟ لو انت مثلا عندك الفرن ما بيحمرش، ممكن اما تفتحيها شويه او تقلبيها، وخلي بالك ان اول ما تقلبيها هتحمر بسرعه يعني، ما تسيش عليها. بس كده يا جماعه الوصفه خلصت. جميله، جربيها، متاكده انها تعجبكم جدا جدا، وفي العزومات هتبقى حلوه قوي قوي يا جماعه. ممكن تحشيها خضار وشويه جبن، مش لازم لحوم خالص، بتبقى طعمها روعه مع المشروم والبصل المكرمل والفلفل الالوان. تجنن يا جماعه، جربوها وانا متاكده انها تعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعني بلايك، سبسكرايب، وفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله. اقول لكم سلام عليكم.